السلام عليكم متابعي قناه فوت ستارك. السلام عليكم اخوتي واحبائي وعائلتي العزيزه والكريمه. معاكم اخوكم في الله محمود، واليوم جايب لكم اخوتي الكرام واحد الاخبار مهمه للغايه. بلا ما نضيعوا الوقت بسم الله ولي نتوكل على الله واجي نمشيو وندخلوا مباشره في الموضوع. اول لاعب غادي نتكلم عليه وغادي نبدا به في الاخبار ديال اليوم غادي يكون هو عريس ليله الامس. بلا ما نهضر لكم بزاف على المردود، كاملين شفتوا كيفاش ان ابراهيم دياز كان هو مفتاح المباراه ديال ريال مدريد، وكاملين شفنا كيفاش عطى التمريره حاسمه وحل ديك العقده اللي كانت خانقه النادي الملكي. شي كامل غنجمعوه في مغرفه واحده وغادي نحطوه على الجنب. تصانتوا لي مزيان شنو غادي نوريكم اخوتي الكرام. غنديكم عند جريده ديفنسا سنترال، دائما تقريبا تنجيبها فاش كنهضر على النادي الملكي لانها من اكبر الجرائد المقربه للنادي والاداره ديالو. عرفتي اش قالوا على ابراهيم دياز؟ شوف كيفاش الدخله داروا له. قال لك ان بسبب الاصابات التي تعرض لها هجوم مدريد استطاع اللاعب المغربي ان يكون اساسيا في بدايه المقابله. فهمتوها؟ نكملوا. كانت هناك العديد من التحركات في الشوط الاول من طرف ابراهيم دياز، اما بخصوص الشوط الثاني لم يقدم ابراهيم دياز اداء جيدا، لكنه في الدقيقه 74 اقترب من التسجيل الهدف الثاني، والهدف الثالث ايضا بتمريره من فينيسيوس وبالتسديده مرت بجوار العارضه. كانت له مشاركه كبيره جدا في هدف غونزالو حيث قدم له التمريره الحاسم. ودابا حاليا هذا اللاعب غونزالو كطبل للصحافه الاسبانيه. نعطيكم واحد المثال بسيط من عند الموندو ديبورتيفو. شوف كيقولوا عليه قاتل لاكاسيا، وصفوه بالقاتل زعما ينهي الهجمات وانقذ ريال مدريد في الوقت الاخير. بداو تيهضروا على اللاعب وتيشكروا فيه، وحتى هو الاسهم ديالو بدات كتطلع، يعني منافسه على منافسه غدا وكتزاد بالنسبه للاعب المغربي. غير هو هذا جاي على المدى البعيد بالضبط، لان غونزالو متعدد الادوار الهجوميه، غير هذا منافس على المدى البعيد ماشي القريب. دابا تصنتوا معايا غنوريكم الفيلم ديال مدريد. نتوما عارفين انهم في المباراه اللي قبل من هذه كانوا خسروا امام اسبانيول، وتعرض كارلو انشيلوتي لواحد الضغط رهيب، وتزادت واحد الضغوطات من الجهه ديال تشابي الونزو كمدرب قادم مكان كارلو انشيلوتي. لذلك هذا الفوز اللي داروا كان مهم بالنسبه للمدرب. دي جريده ديبورتيس شوفوا كيفاش عنونت المقال على المدرب ديال ابراهيم دياز. كارلو انشيلوتي يؤكد ان الشباب في ريال مدريد يقومون بعمل جيد، وشي حتى الصراحه انا كنت متوقع ان ابراهيم دياز غادي يلعب في هذه المقابله اساسي، لان اصلا المباريات ديال الكاس كيلعبوا فيهم هذوك اللاعبين اللي كيكونوا من الصنف الثاني رغم الاهميه ديالها. شي دابا علاش شفتوا جريده ديبورتيس كتهضر على الشباب. سمعت التصريح اللي حطوا المدرب: علينا ان نكون راضين عما فعله الشباب، لانه على الرغم من انهم يرتكبون اخطاء ايضا الا انهم ساهموا في الفريق. علينا الاعتماد عليهم لانها لحظه معقده وصعبه، ويتعين علينا فيها اجتياز مباريات مثل مباراه اليوم التي عانينا فيها. اندريك اعطانا انطباعا قويا، وارتا ايضا عمل مع الفريق. علينا ان نخرج راضين عن هذه المباراه. دابا ابراهيم دياز بحال تلاقاو عليه هذوك اللي اصلا ما كيتمرملوش ثابتين في نفوسهم، اللي هما مبابي، رودريغو، بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، وفي نفس الوقت غيلقى راسو واحد مع الشباب لانهم تيجيين بقوه. اردا جولير، اندريك، شي ابراهيم دياز اللي جيتي تحسبها من جميع النواحي ومن جميع الزوايا، وفي المصلحه الفرديه ديال اللاعب خاصو يغادر. حسبها باش ما حسبتيها خاصو يغادر. حنا ما كنهضروا على ابراهيم دياز كنهضروا عليه كمغاربه، جمهور مغربي، والناس اللي كيفهموا في كوره واحد شويه راه غيعرفوا ان اللاعب القيمه ديالو كطيح العديد من الاشياء رغم انه يسجل. راه واخا يسجل لك حتى هاتري ما داخلش في المنظومه ديال ريال مدريد الاساسي، وهذا الشيء شرحناه ولن نعيد الكلام. وحاليا اصلا كارلو انشيلوتي لنكون واقعيين، راك الصحف اللي خارج اسبانيا راك كتنتقدوا، لانك باش تفوز على فريق بحال ليغانيز بالصعوبه راه كاين الجماهير والناس اللي في الاداره كيقول لك بلي ان مدريد اصلا المستوى ديالو كيخول ليه انه يكون في غنى عن هاد السيناريوهات ديال 3-2 والتعادل وبشق الانفس انك تفوز بواحد الصعوبه اللي كبيره. راه لولا ابراهيم دياز، وهذه حقيقه والناس اللي تفرجوا في الماتش راه فاهمين هادشي، لولا ابراهيم دياز حنا غنقدروا نشوفوا سيناريوهات اخرى وقصص اخرى، ويقدر كارلو انشيلوتي يتعرض لواحد الضغوطات الكبيره اعلاميا في حاله الخساره، لانك انت من كتولي الماتش طويل تزيد دقائق وتولي واصل حتى لضربات الجزاء، سورتو انت فريق كبير كل ما طوالت الماتشات كل ما تزادوا الاشواط كيولي الضغط عليك ماشي مع انك مطالب بالفوز. لذلك دابا التحديات القادمه غتكون صعيبه بالنسبه لانشيلوتي، لان الاداره ديال مدريد ما غتصبرش عليه. هادشي علاش وريتكم مؤخرا تيهضروا على تشابي الونزو بواحد الطريقه الكبيره، وشخصيا اتمنى القدوم ديالو لانه باغي ابراهيم دياز. اتمنى الخير لصانع العاب المنتخب المغربي والعشره ديالنا، وان شاء الله يولي اقوى وينتقل لشي فريق اللي يعطيه صفه البطل ماشي صفه البديل. دابا غادي ندوزو النيكست ستيب وغندوزو للخبر الاخر وغنتكلموا عن يوسف النصيري. يوسف النصيري بالدارجه المغربيه، شكون باقي يقد عليه دابا ولا يشد؟ عرفتي الفورمه اللي عليها النصيري خلات لك الاتراك اخواتي الكرام، ماشي فقط الاتراك، الصحافه العالميه حاليا الفورمه ديال النصيري خلات لك العديد من الناس منبهرين باللاعب، وهادو بلا ما نهضروا على الجمهور ديال فينرباخش. الا انتقلنا عند جريده هابر التركيه، عنوانوا المقاله على اللاعب المغربي وقالوا النصيري لا يمكن ايقافه في فينرباخش. شوف الطريقه اللي ولاو كيتكلموا بها على النصيري. لاحظ معايا في جريده اخرى اش كيقولوا الاتراك، كنحاول نوريكم الصوره اللي مروجه على النصيري في الاعلام التركي. شوف كيفاش غيركزوا على الاستمراريه في العنوان. يوسف النصيري واصل اهدافه في الكاس، هناك مواصله واستمرار للتسجيل والعطاء، وهذه هي اهم لقطه اللي كتكون فارقه ما بين اللاعبين اللي كيبانوا وكيغبروا وما بين اللاعبين اللي كتكون عندهم استمراريه دائما تيعطيو. كنقولوا دائما بين قوسين يعني معظم المباريات. دابا الفيلم هو ان النصيري كيثبت بلاصته في المنتخب،
كيصعب القضيه على الكعبي والرحيمي وحتى الوافد الجديد حمزه إيكمان. وحتى حمزه إيكمان خاصو الاستمراري، راه بدون استمراريه راه لا يوجد شيء. هاد اللقطه مهمه ما بين الكعبي والنصيري لانهم اصلا حتى هما كيتنافسوا بقوه، الا ان النصيري عنده واحد لافونتاج. حنا نحيدوا المهارات ديال اللاعبين وما ندخلوش في ديك المقارنه، ولكن غنهضر لكم على السن لانه مهم بزاف في الناخب الوطني. الركراكي راه بطبيعه الحال ضارب على كاس افريقيا على 2026 ويقدر يمشي حتى من بعدها بالضبط في المونديال اللي غادي ننظموه في بلاد. النصيري راه عنده فقط 27، يعني باقي ليه واحد 4 سنين او 5 سنوات في المستوى العالي. بطبيعه الحال الشريطه انه يتهلا في نفسه ويبقى محافظ على اللياقه البدنيه ديالو وتكون لا ديسيبلين. من الاشياء الجميله في النصيري، شوف النصيري يستحق المدح بصراحه، هادشي اللي تيدير فيه حاليا يستحق المدح رغم الاشياء اللي كينتقدوا على الناس والعديد من الاشياء، الا ان النصيري كيخدم لاعب تيخدم. راه دابا مورينيو حتى هو عجبو البروفايل ديال النصيري، والنصيري الفيرسيون ديال مورينيو مزيان. واصلا النصيري من كيدخل لارضيه الميدان راكم كتشوف راه كيدافع وسط ميدان، كتلقاه حاضر في الكرات الثابته والهوائيه، لا في الدفاع لا في الهجوم. راه الخدمه اللي كيديرها النصيري ما كتقتصرش فقط على الهجوم. اما دابا من ولا كيسجل راه غيولي بحال غادي المثالي، خصو فقط يحافظ على هذه الفورمه. والاهم وهنا غندير وقفه، نفس المردود خاصو يكون مع المنتخب الوطني المغربي، لان الا كان المردود مع الفريق ما كيكونش تقريبا بحاله مع المنتخب المغربي، يعني هذا التعلق الاوروبي في هذه الحاله ما عندنا ما نديرو به، لاننا خاصنا نشوفوا نفس المردود مع فينيرباغشا، نفس المردود مع المنتخب المغربي. خاصني ننتقدوا، راه من تيسجل اهداف راه تيضيع اهداف اخرى. الناس اللي كيتفرجوا في ماتشات غيفهمون، راه كيجيو فرص وكيضيع فرص، راه بامكانه يسجل اكثر. عامه هو دابا راه متفوق على العديد من المهاجمين المشهورين عالميا في تركيا، برافو عليه ونتمنى له كل خير. غندوزو النيكست ستيب وغندوزو للخبر الاخر وغنتكلموا عن الانتقال ديال اسامه طرغالين لنادي فاينورد. دابا اول حاجه غادي نبدا بها اجي نوريكم الهولنديين كيفاش كيشوفوا اسامه طرغالين وشنو هي ردود الافعال على اللاعب المغربي بطريقه اخرى ما نسميه بالضغط الاعلامي. يعني واش شافوه لاعب اللي كيستاهل فاينورد، او بصفه اخرى واش الصفقه مزيانه او ما رابحينش فيها. نديكم عند واحده من اكبر الجرائد اللي كاينه في هولندا، ساندت مزيان شنو قالوا وقرا معايا ما بين السطور ووراء الستار. قال لك رغم ان فاينورد لم يذكر القيمه الحقيقيه للصفقه بالضبط، فان اداره النادي لن تدفع على الارجح سوى بضع مئات الالاف من اليورو مقابل وصول الدوري المغربي لهولندا. دابا هذه كيف ما تنقولوها بالدارجه المغربيه ضريبه اقتصاديه بالنسبه لهم، او نقولوا انها تبزنيزه مزيان. راح حيت كلشي في الاول وفي الاخر على قبل الفلوس. ومعليش كيبغيو اللاعبين اللي كيكونوا كويريه وعندهم ما يقولوا، لان اللاعب اللي كيكون عنده موهبه القيمه ديالو كتفرقع والنادي كيربح وكلشي وين وين. اما النادي من كيشري لك شي لاعب كتقام عليه غالي، هنا كيكون مريسكي، الا طاح لي المردود كطيح القيمه التسويقيه كتولي خاسر. ولكن هادشي ما كينطبقش على اسامه طرغالي، لانه اصلا جابوه بواحد الثمن غادي يكون صغير وصغير جدا، لانهم هما من وصفوا الصفقه قال لك بعد مئات الالاف الاورو. نتمنى انه اهم حاجه ياخذ وقت لعب، لان هذه اللي دار عليها الفيلم كامل، واتمنى له الخير في المنتخب المغربي رغم ان القضيه صعيبه. راه شوف دابا الوافدين الجدد عندك ايوب بوعدي، زيد مع مريض بالحيان، بلال الخنوس، اسماعيل صيباري اللي حتى هو كان حاسم مؤخرا. هذه بلا ما نهضروا على الرجوع ديال العزوز. هما راه الاختيارات شيئا ما كيبانوا واضحين، ولكن راه في نفس اللحظه مخلطين شويه، لان كل لاعب عنده واحد الخصائص وطبيعه المباريات هي اللي غادي تحدد كيفاش الركراكي غيستعمل الاسلحه اللي عنده. راه الاختيارات ديال المدرب راه طايح في واحد الضغط صعيب، راه ما ساهلش. راه الركراكي دابا راه عنده واحد التركيبه بشريه راه نقدروا نقولوا اخوتي الكرام هي الاقوى على مر التاريخ، بعد على الاقل من ناحيه النجوميه. يعني الركراكي الا ما نجحش في هذا كاس افريقيا غادي خاصو اسباب مقنعه، سورتو من كتوفر لك كلشي، الجمهور، اللاعبين، ارضيه الميدان، الجو ديال المغرب راه هو اهم حاجه مناسب. نتمنى للركراكي الخير في المهمه ديالو. وكان معكم اخوكم فيلا محمود، واهم من كورو من هادشي كامل اخوتي الكرام تهلاو في الوالدين بزاف، الاحياء منهم والاموات، بالصدقه وحسن التعامل والدعاء. حذاري من الفراغ، في امان الله. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم.